مغيث وبريرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قصة حبي في زمن النبوة. إيه قصة حب في زمن النبوة؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مغيث وبريرة، اثنان من العبيد، رجل وامرأة، كانا متزوجان، كلاهما عبد، هذا عبد وهذه أمة. فكانت هذه المرأة التي تسمى بريرة أرادت أن تحرر نفسها من رق العبودية، فاتفقت مع من هي ملكا لهم من الأنصار بأن تخرج نفسها من هذا الرق وتدفع لهم كل سنة بالتقسيط 9 من الإواق حتى تحرر نفسها. وها هي قبلوا منها العرض وأصبحت ستكون حرة، وأصبحت حرة لوجه الله، فأرادت أن تنظر إلى الحرية وتشم رائحة الحرية، فخرجت منطلقة فرحة بما وصلت إليه. وكانت لا تحب زوجها، ولكنه الرق والعبودية التي كانت فيها تغلب على حياتها، حتى كانت ليست لها أو له ودا في قلبها. فذهبت إلى السيدة عائشة نبع الحنان والقلب الرقيق لكي يرقق عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرتها بالأمر. فمن هنا أخبرت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بريرة، يعني أنت لا تريديه. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تريده، فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الحق، عشان الناس اللي بتقول لك الإسلام وحقوق المرأة وإن الإسلام هذا حق المرأة تسمع القصة وتعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها هذا الحق. فإذ بزوجها مغيث يحب زوجته حبا جما، يكاد ينفطر قلبه على زوجته بريرة. فكما أخبر ابن عباس كأنه يراه في طرقات المدينة يمشي وراءها وينطق اسمها ويتلهف على رؤيتها وتسيل عينه بالدموع من الشوق إليها. تخيل انت بقى هذا الحب العظيم والشوق العظيم لزوجته، وزوجته هتسيبه ولكنها أصبحت حرة تريد أن تملك نفسها. فمن هنا طلبت أن تكون ألا يكون زوجها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لابن عباس: هل رأيت هذا الحب من مغيث لزوجته؟ وهل رأيت هذا البغض أو عدم الرغبة منها لزوجها؟ قال: لا يا رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا الحال من هذا الرجل فذهب إليها وقال لها: يا بريرة، يعني اقبلي انك تبقي زوجته وتفضلي على ذمته. فقالت: يا رسول الله، تأمرني أم تخيرني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أخيرك. قالت: إذن يا رسول الله لا أريده. هنا بقى النقطة اللي بيجري وراها كتير من الملحدين والعلمانيين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بأن لك مطلق الحرية، انت وحقك كده، انت حرة لنفسك. فمن هنا انفصلت عنه وأصبحت حرة ولم تكن زوجة له بعد ذلك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حب هذا الزوج لزوجته ومن عدم رغبتها فيه، ونحن نتعجب إلى الإسلام الذي أثبت حق المرأة، ونحن لنا عبرة في ذلك وفي هذا الوفاء العظيم من هذا الرجل. السلام عليكم.